السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. اليوم غنوجدوا مع بعضنا صفه ديال الشعريه مدفونه بالدجاج. تابعوا معايا الطريقه والمقادير. عندي هنايا الدجاج، كميه كتبقى على حساب شحال عندكم ديال الصفه وعلى حساب عدد الافراد. عندي هنايا 2 بصلات مشلضين، وربيطه ديال القزبر المعدنوس. عندي شويه ديال الملحه، ابزار، الخرقوم والملحه، وعندي 4 كاس ديال الزيت. غادي نجيب نجرة فاش غادي نطيب هذا الدجاج. كيف قلت لكم الكميه تاع الدجاج كتبقى على حساب عدد الافراد. انا درت هنا القياس تقريبا نص دجاجه. هذا هو القياس اللي عندي، والصفه عندي نص كيلو، القياس ديال نص كيلو ديال الصفه. كيف قلت لكم 2 بصلات مشلضين، نضيف دابا التوابل. معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال نص معلقه صغيره ديال الملحه. ملي ضفت شويه ديال الابزار، كذلك سكينجبير، وزيت المائده. عندي نص ربع كاس ديال الزيت. صافي، وندير هذا الدجاج مع البصله يتقلاو مزيان، ونضيف ليهم واحد راس معلقه ديال القرفه، نسيت ما ذكرتهاش مع المقادير. وضفت ديك ربيطه ديال القزبر المعدنوس. صافي، ونروي عليهم بشويه ديال الماء ونخليهم يطيب الدجاج. صافي، وفي هذا الاثناء نوجدوا الصفه. كيف قلت لكم عندي نص كيلو ديال الشعريه صفه. ندير لها 2 معالق ديال الزيت. نحاول نلبسها بهذاك الزيت مزيان هكا باش ما تعجنش ليا وما تلصقش ليا. لا بيت نعاود ليها الطفيره الثانيه. صافي، درت البرمه، درتها فوق من البوطه كتغلى. صافي، وغادي نجيب كسكاس غادي ندير فيه هاد الشعريه. في الاول ما كنديروا ليها لا ما لا والو، غير ديك 2 معالق ديال الزيت كافيين. ما نديروش ليها الماء من الاول باش ما تعجنش لينا.
صافي نديرها تفور. من بعد ما تفور الطفيره الاولى نعاودو نرجعو. ها هي ديال البنات فرت ليا الشعريه الطفيره الاولى، ودابا غادي نسقيها بشويه ديال الماء راني جدو من البرمه، جدو غليان هكا باش تسهل علينا وما تاخذش لينا الوقت في الطياب. كيف كتشوفوا جبت الكاس ديال الماء غليان. الماء فاش كانت تطيب هو اللي فاش غادي هذا نسقيوها، نرشوها شويه مزيان بالماء. صافي نخلوها تتشرب واحد 5 دقائق هكاك. صافي هنا دازت 5 دقائق. دابا غادي نديرها عاوتاني الفور كيف قلت لكم الطفيره الثانيه. صافي نديرها طيب البنات، ومن بعد ما تفور ليا الشعريه نعاودو تاني نتلاقاو. هنا راني درت شويه ديال الزبيب بيت نعسلو، درت معاه شويه ديال الماء ومعلقه كبيره ديال السنيده. هنا فرت ليا البنات الشعريه كما كتشوفوا. غادي نعاود تاني ندير ليها الماء غليان اللي زيت كاس كبير كما تشوفوا ديال الماء غليان، وغادي نرشو بها مزيان هكا باش دغيا طيب. الا كنديروا لها الماء بارد كتاخذ لينا شويه الوقت، درنا لها الماء غليان راها كطيب دغيا. هنا غادي نعاود نزيد لها كاس اخر باش غادي نرشها. وفي هاد شويه ديال الماء راني ضفت فيه شويه ديال الملحه. هاد الماء هذا باش كنرشها دابا. صافي نخليها البنات حتى تشرب ليا مزيان هاد الماء هذا كما كتشوفوا. هي دابا شربت ليا الماء. صافي غادي نزيد لها غير هاد الطفيره هذه اللي بقات هكا. خدات ليا 3 الطفيرات، الطفيره الاولى اللي درت فيها غير الزيت، وجوج سميتو طفيرات درت ليهم الماء. صافي يا البنات غادي ندير لها اخر طفيره الطيبيه هذه ونعاودو نتلاقاو.
الشعرية من بعد ما طابت راه هي هادي كما كتشوفوا راه طابت مزيان. وباش غادي نزوقها البنات بعدا راه الدجاج هو واجد كما كتشوفوا. جبت كاوكاو مهرمش، سكر كلاصي، الزبيب وشويه ديال اللوز. ذوقوها باللي بغيتو واللي متوفر عندكم. عندي الدجاج راه هو كما كتشوفوا طيب بالدغميره ديالو. غادي ندير في الطبسيل اللي غنقدم فيه السفه نص ديال ديك الشعريه اللي طيبت، غادي ندير غير النص. وغادي ندير الدجاج. وهذيك دغميره ديال الدجاج ديال الدجاج نيت، البصله والمريقه ديالو غادي نسقي بها الشعريه في الوسط كما كتشوفوا على الطريقه هذه. وغادي نخبيه بما تبقى من الشعريه. صافي البنات، ها هو الدجاج ديالنا غادي يصفى مدفونه هي هادي، هذا هو الشكل ديالها. زوقتها كيف قلت لكم باللوز وكاوكاو مهرمش، شويه القرفه، سكر كلاصي. ذوقوها باللي عندكم بالطريقه اللي كتعجبكم. هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا.